هاقول لِك على وصفة بقى هتفرق معاكِ في شعرِك، جرّبيها، جرّبي بروتين الشعر ده هيعجبِك جدًا، وهتعمليه بمكونات طبيعية جدًا. معاكِ مكونات الفرد أو البروتين ملعقتين من زبادي، ومعلقتين ونُص عسل أبيض، وحوالي نُصف معلقة زيت زيتون، افركي الفروة وخلّيها ربع ساعة عليها وسيبيها وبعد كده شوفيها. بعد الربع ساعة بتفرق معاكِ جدًا، وبتدّيكِ النعومة من الشعر ده للشعر ده. في خلطة بقى لتنعيم الشعر المجعد، دي الخلطة التانية للشعر العادي، دي للشعر المجعد، علبة زبادي، معلقتين كركديه، معلقتين زيت زيتون، معلقتين زيت سمسم. هتخلطي طبعًا كل المكونات ببعضها كده، وتحطي على الشعر بتاعِك لمدة ساعتين، ويُفضّل استخدامها من 3 ل4 مرات لتدّيكِ نتيجة أفضل، وجرّبيها والوصفة دي هتدعي لي عليها. في وصفة تانية اللي هي وصفات زيت الجوز الهند، دي هتعجبِك جدًا، جدًا برضه، ديًّا لأي أنواع الشعر حتى الشعر التالف، دي تُستحسن بتكون للشعر التالف أو الشعر العادي، أو الشعر اللي فيه قشرة، زيت جوز الهند مع عسل لعلاج القشرة، زيت جوز الهند مع الليمون، يعني القشرة، الليمون والعسل وجوز الهند، إصلاح الشعر وترميمه، زيت جوز الهند بالبيض لنمو الشعر، صفار البيض. معاكِ برضه سر لمعة الشعر، ده برضه وصفة جميلة جدًا، ماسك الجرجير، لو عندِك لبن آآ على الماسك خيال، بيبقى حاجة كده جامدة جدًا، شعر بيتحسن وما فيش فيه جفاف، وكأنه يعني مستشور. جربي الوصفة دي طبيعية جدًا، جدًا، بتنفع لمناسبات جميلة جدًا. أفضل tonic في الحياة يطلّع لِك الbaby hair، أنتِ عايزة تطلّعي الشعر اللي هو الصغير، الbaby hair اللي على القورة ده، بيخلّي لِك بدل فيه فراغات بيعمل لِك baby hair، ده جميل جدًا، بيخلّي شعرِك جميل. مكوناته إكليل الجبل، حبّات البركة، مسمار أو قرنفل، وورق غار. ده طبعًا بتخلطيهم كل المكونات متساوية بتركيبها في هي كل الأعشاب ديّة أو المكونات دي في مَيّة تغلي، وبعد كده في بخاخة وبترُش على المناطق بتاعة شعرِك. عندِك بقى تساقط الشعر، بتأدّي تحاليل معيّنة كده لو طلع عندِك نقص فيتامين ب، فيتامين إيه، فيتامين د، ده بتعوّضيه طبعًا حسب التحليل ما يطلّع عندِك، بتعوّضيه بالفيتامينات الموجودة دي، فيتامين ب، زنك، فيتامين د، ده بتعوّضيه، بتاخدي حوالي 50 وحدة من الفيتامين الد، ده بيعوّض طبعًا شعرِك الفيتامينات الناقصة فيه. ولترطيب الشعر امزجي بيضة كاملة مع معلقة كبيرة من العسل ومعلقتين من زيت جوز الهند، عايزة تبدّليه بزيت زيتون بيبقى جميل جدًا برضه، ادّي ماسك ده على شعرِك قبل الغسل واتركيه نُص ساعة ثم اغسليه بالشامبو. يمكنِك مضاعفة الكمية إذا كان شعرِك طويل، لو شعرِك قصير بتبقى الكمية دي مناسبة، لو شعرِك طويل هتضاعفي الكمية، جميلة جدًا جرّبيها. لمواصفات كتيرة تانية تابعيني برضه، هتلاقي وصفات عندي جميلة جدًا هاقول لِك عليها. قُصّي أطراف شعرِك لو حابة إن شعرِك يكون طويل ومتغذي حتى يطول بأسرع وقت، أطراف شعرِك طبعًا بتقصّيها اللي هي المتهالكة، مش جزء كبير، جزء بسيط جدًا اللي هو المتهالك، عشان شعرِك يطول ويدّي له حيوية وتهوية. جميلة جدًا برضه الوصفة دي لقص الشعر التالف، اللي هو الطراطيف، هيطلع معاكِ شعر جميل ولامع، وهيتغذى معاكِ وهيطول بأسرع وقت. جميلة جدًا، جربوها، ولو عجبِك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس على علامة الكل، عشان يوصلِك مني كل جديد. هاقدّم لِك للبشرة، وأقدّم لِك للشعر، وأقدّم لِك للباديكير، وأقدّم لِك لحاجات كتيرة جدًا، وصفات كتيرة جدًا هتفيدِك.